اهم حاجة اوعى تخاف لو لقيت نفسك مشلول ومش قادر تتحرك، وحاول ما تشتتش جهدك العضلي بانك تقاوم عشان تفلت منه، وبكل هدوء حاول تحرك اطرافك وصوابع ايدك، هتلاقي ايدك اتحررت وغالبا انت كده نجيت منه وجسمك كله بيتحرك. بعدها حاول تفتح عينيك، لو لقيت خيال او حاجة قدامك او بيخنقك هاجمه بكل قوتك. ظاهرة غريبة عجز العلم عن تقديم تفسير واضح ومفهوم ليها. الضحايا في الغالب شباب أصحاء عمرهم ما اشتكوا من أي مرض، لكنهم مع ذلك مش بيقوموا من نومهم وبيتحولوا لجثث هامدة ووشوشهم مليانة بالفزع والخوف كأنهم شافوا منظر مرعب قبل ما يفارقوا الحياة. وانتشرت الخرافات عن الظاهرة دي وطلعت نظريات وأبحاث علمية كتير بتحاول تفسرها، ولكن لسه اللغز ما اتحلش. الجاسوم شيطان الموت ولغز متلازمة الموت المفاجئ أثناء النوم. أهلا بيكم في برنامج منظور آخر. الحكاية بتبتدي في الولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي، لما لاحظ بعض العلماء حدوث عدة وفيات مفاجئة بين اللاجئين من عرق الهامونج الآسيوي، وبعدها اكتشفوا انه في آسيا الحالة دي قديمة جدا ومعروفة بين السكان في لاوس والفلبين، وخاصة بين الرجال من عرق الهامونج. فالعلماء شافوا ان العوامل الوراثية ممكن تكون هي السبب في حدوث الظاهرة دي، الا ان النظرية دي ما فسرتش ليه بتحصل حالات وفاة بنفس الطريقة عند كتير من الشعوب، وحاول الأطباء إيجاد تفسيرات منطقية للحالة ولكنهم فشل. والسبب الحقيقي لحدوث المتلازمة دي فضل لغز مجهول. متلازمة الجاسوم او الموت المفاجئ اثناء النوم هي حالة موت غير متوقع ومفاجئ بتحدث اثناء النوم، بتصيب الشباب الاصحاء اللي عمرهم ما اشتكوا من اي مرض وبتقضي عليهم، واغلب الضحايا من الرجال وكلهم فرقوا الحياة وهم نايمين، وفي عدد قليل جدا من اللي مروا بالحالة دي نجوا منها ووصفوا تجربتهم انهم فجأة صحيوا من النوم وهم مرعوبين وفي حالة شلل تام ومش قادرين يتحركوا، وكان في حاجة بتضغط على صدورهم بقوة لدرجة انها بتخنقهم، وحسوا بوجود كائن غريب معاهم في الأوضة لكنهم مش قادرين يشوفوه. والظاهرة أو المخلوق ده منتشر من العصور والأزمنة القديمة وموجود في معتقدات كتير وليه أسماء وهيئة مختلفة في كل ثقافة. ففي المعتقدات القديمة اللي بيؤمن بيها شعب الهامونج إن في مخلوق اسمه باتي باي على شكل جنية أو ساحرة عجوز بتجسم على صدور ضحاياه وتخليهم يشوفوا كوابيس مرعبة لحد ما تقتلهم. وبما إن أغلب ضحاياه من الرجال، فكتير من رجال الهامونج بيلبسوا ملابس نسائية قبل النوم عشان يخفوا نفسهم عن عيون العجوز الشريرة. وفي الفولكلور الإسكندنافي الكائن ده اسمه ماير، وهو من المخلوقات الخارقة للطبيعة وشكله شبيه بالسلعوه، وفي اللي قالوا انها امرأة ملعونة بيتنقل جسمها اثناء النوم في ظروف غامضة من غير ما تحس، فتزور الكرويين وتجسم على صدورهم اثناء النوم فيشوفوا كوابيس مرعبة. اما في فيجي فبتسمى الظاهرة دي كاناتيفور، ومعناه ان يؤكل الشخص من قبل الشيطان اللي بيكون في الغالب احد الاقارب الموت، واللي بيعود لاتمام بعض الاعمال الغير منتهية او لايصال معلومات مهمة للاحياء. وعلى عكس العادة الضحايا المرة دي ما بيحاولوش يتخلصوا من الكائن ده، فبيقول بعض الاشخاص اللي بيكونوا موجودين جنب الضحايا انهم بيقعدوا يقولوا كانيا كانيا كيلي كيلي في محاولة منهم لاطالة مدة الالتباس واستغلالها في التحدث مع قريب الميت او الروح والبحث عن اجابات عن سبب عودته. في تركيا بقى بتسمى الظاهرة كربسان، وهو شبيه بقصص الزيارة الشيطانية اثناء النوم. فبيجي كائن خارق للطبيعة غالبا بيكون من الجن لغرفة الضحية ويثبته في مكانه بقوة ويمنعه من القيام باي حركة، وبعدين يبدأ يخنقه. وعشان يتخلص من المخلوق الشيطاني ده لازم يقرأ سورة الفلق والناس. وفي بعض القصص الفرعية بيكون للجن قبعة عريضة، واذا كان الضحية شجاع بما فيه الكفاية وقدر يستولى عليها فالجن ده هيبقى عبد ليه للأبد. وفي الثقافة الصينية الظاهرة منتشرة جدا وبتعرف باسم
غويا تشين، واللي ترجمتها الشبح الذي يضغط على الجسم. ولكن في الصين الشبح ده مختلف شويه، ففي اعتقادهم ان الشبح ده عباره عن فار. ايوه انت سمعت صح، والفار ده بيسرق انفاس البشر في الليل، وده بيساعده يبقى اقوى وبيطول من عمره وقدرته على التحول لانسان خلال الليل. انما في الاساطير الكشميريه فهو مخلوق غير مرئي بيسمى باسكدار او صايع، وبيعتقد الناس هناك ان المخلوق ده عايش في كل بيت، وبيهاجم اي شخص داخله لو البيت مش نظيف او لو محدش بيعبد ربنا فيه، وبيهاجم كمان الاشخاص اللي بيقترفوا المعاصي والذنوب وبيعملوا اعمال شريره. طب والله الشبح ده محترم، ربنا يكتر من امثاله. والظاهره موجوده برضو في ثقافه البشتون وتعرف باسم خباثه، وبيسود الاعتقاد هناك انه عباره عن شبح لا يمتلك اصابع الابهام، فلما بيحاول الشبح انه يخنق الضحيه عن طريق الضغط على حلقها والجلوس على صدرها، وبسبب عدم امتلاكه لاصبعي الابهام ما بيقدرش يخنق الضحيه كويس باعتماده على باقي الاصابع. واخيرا في الثقافه العربيه هنلاقي الجاسوم، واللي بتعني جلوس شيء ثقيل على صدره، وهو عباره عن شيطان او عفريت بيجلس على الشخص وبيحاول يخنقه. طب دلوقتي نتخلص ازاي بقى من المخلوق ده، او نعمل ايه عشان ما يجيلناش؟ الحقيقه التجارب اكدت انه لما بيصاب الشخص بالجاسوم بيحاول على طول التخلص منه وتحرير جسمه بكل قوته بسبب الهلع، وكل ما بتزيد مقاومته كل ما زاد تاثير الجاسوم، لدرجه ان في ناس لما بيصحوا بيحسوا بالم في عضلاتهم وكانهم كانوا في معركه كبيره. محاوله التخلص بالقوه والصراخ العنيف بتسبب للمصاب نوع من الاختناق الوهمي بسبب الجهد المبذول مش بسبب الجاسوم، وبعدها بيحصل شلل للسان وما بيقدرش الشخص انه يصحى او حتى يقرا اي صور من القرآن. والكائن ده ما بتنفعش معاه الخرافات اللي بيعملها الناس زي وضع سكين تحت المخدة او المصحف الشريف او عشبة معينة، كل ده فيستك وملوش اي تأثير. واحسن طريقة للتغلب عليه هي باتباع بعض النصائح. فلو جالك الجاسوم وانت نايم، اهم حاجة اوعى تخاف لو لقيت نفسك مشلول ومش قادر تتحرك، وحاول ما تشتتش جهدك العضلي بانك تقاوم عشان تفلت منه، وبكل هدوء حاول تحرك اطرافك وصوابع ايدك، هتلاقي ايدك اتحررت وغالبا انت كده نجيت منه وجسمك كله بيتحرك. بعدها حاول تفتح عينيك، لو لقيت خيال او حاجة قدامك او بيخنقك هاجمه بكل قوتك، فده هيخليه يهرب منك وما يرجعش خالص، فهو بيغلبك بالخوف والتأثير النفسي عليك بس. فالمصاب لما بيجيله الجاسوم بتحصل له فجأة نوبة شديدة من الهلع والخوف، فيحصل له بالظبط زي اللي بيحصل للغريق اللي ما بيعرفش يعوم، فيقعد يخبط ويصيح ويبلع في المية لحد ما يغرق نفسه. انما لو كان هدي وارخى نفسه كان هيطفو على المية. خلاص كده صدقتوا بقى ان الشياطين والاشباح هي السبب؟ كل ده ليه؟ عشان صدقتوا الخرافات والاساطير وغيبتوا عقلكم وبعدتوا عن دينكم. فوقوا بقى. واكبر دليل على كده ان انا مش الحاج. ايه ده انا بقول ايه؟ لا مؤاخذة اندمجت شويه. تعالوا نشوف رأي العلماء والأطباء في الموضوع ده. في الطب بتسمى الظاهرة دي علميا بحالة شلل النوم، سليب بارالايزيس، وهو شلل مؤقت بيحصل بسبب استيقاظ المخ من النوم من دون استيقاظ باقي أعضاء الجسم اللي بيعطلها المخ أثناء النوم، كآلية أمان بتمنعنا من ممارسة أحلامنا والتفاعل معاها في الواقع. وبينتج عن ده إن الشخص بيكون صاحي لكنه مش قادر يحرك جسمه، وبيحس ساعتها إنه صاحي ولكن مع شعور بالهلوسة في حالة أقرب للأحلام. والظاهرة دي منتشرة جدا في جميع أنحاء العالم، وتقريبا مفيش حد على كوكب الأرض ما مرش بالتجربة دي. حتى أنا كانت بتحصل لي كتير وأنا صغير،
بس الحمد لله دلوقتي راحت خالص. وشلل النوم بيحصل عادة بسبب النوم في وضعية معينة بتأثر على الدورة الدموية للرأس، فيحصل نوع من الاختلاج او التنميل، زي بالظبط اللي بيحصل لنا لما بنقعد في وضعية معينة لفترة طويلة، فايدينا او رجلينا تنم فتبقى مشلولة لبضع لحظات، وممكن كمان ما نحسش حتى بوجودها. ونفس الظاهرة بتحصل مع الدماغ، ووقتها بيشوف المصاب كوابيس واحلام مخيفة، زي انه يشوف ان في حاجة تقيلة بتضغط على صدره او شخص بيخنقه. وطبعا التعب والارق بيأثروا جدا على وضعية النوم، وده بيشجع على حدوث ظاهرة الاختلاج او التنميل في الدماغ. لكن الجزئية اللي اهملها الاطباء بقى هي سبب حدوث الظاهرة دي لما يكون الانسان في صحة بدنية ونفسية كويسة، وبينام في فراش جيد وفي وضعية صحية ممتازة. ليه بتحصل له الظاهرة دي؟ وليه الجاسوم بيجي لشخص في بيت معين او غرفة معينة انما بينام كويس في اماكن تانية؟ وعشان كده ممكن يكون الجاسوم ظاهرة طبية ليها اساس علمي لسه ما اكتشفناهوش، وممكن جدا يكون روح شريرة وشبح بيرعبنا واحنا نايمين. الاجابة عند مين بقى؟ الله اعلم. التواصل مع الموتى عائد من الجحيم، أسطورة طارق الموت، الموتى يتكلمون. ودي كانت الحلقة الخامسة من سلسلة الموت. هتلاقوا الحلقات كلها في شاشة النهاية، واللي مهتم يكمل معايا سلسلة الموت لحد الآخر يعمل اشتراك في القناة عشان ما تفوتوش الحلقات الجاية. لا بس كده خلاص.